حاجات كان نفسي حد يقولها لي قبل ما اتجوز، ان الاسبونشة ما ينفعش نغسل بيها كل حاجة، وان هي ممكن تبوظ حاجات كتير لو فضلنا نستخدمها. هنخصصها بس للجرانيت والتيفال واي حاجة بتتجرح، واننا لازم ندخل السلك الناعم خصوصا مع الستانلس والالومنيوم، وكمان مع كوبايات المية ومع ظهر التيفال اللي بيصفر مننا. وان الراديو مهم جدا عشان يسليني ويحسسني ان الوقت في المطبخ مش ممل خالص، كمان بستفاد من البرامج اللي بتيجي فيه دينيا. وان طقم التوزيع السيليكون من اهم الاطقم اللي لازم نركز فيها واحنا بنشتريها، لان في منها كوبي كتير جدا وكمان انواع مش كويسة، وده بيبقى في الطبخ صعب جدا وهيزهقكوا جامد. مهم ان هو يكون مش بيتني ولا بيتأثر خالص بالحرارة علشان ما يسحش منكم. وان كوبايات الازاز لازم نغسلها اول باول ونفضيها من الشاي ونغسلها بسلك، مينفعش بسبون لانها مع الوقت بتصفر جدا. شوفوا الفرق بين واحدة كانت بيتغسل بسلك على طول وواحدة تانية كانت بيتغسل بسبونج. لو انتي عروسة اتأكدي انك عاملة فولو عشان تشوفي باقي الفيديوهات. ده اوحش طقم توزيع سيليكون ممكن تشتروه، ودي سلسلة جديدة. لو انتي عروسة اعملي فولو عشان تشوفي باقي الفيديوهات، الحاجات اللي مهمة تشتريها والحاجات اللي لا. الطقم ده بجد انا جبته من فترة علشان كان عاجبني الوانه، بس في الاستعمال وحش جدا. من الحاجات الخفيفة قوي ان المعلقة فيها بتتني بسهولة. لو انا بقلب رز مثلا او محتاجة اعمل حاجة بتضغط شوية، المعلقة بتتني مني وما بتقلبش خالص. حتى لو انا جاية عشان احط في الاطباق، كل ما اشيل المعلقة برضو تتني، مش حلو تماما. ده غير ان هو ما فيهوش اطقم كتيرة او ما فيهوش حاجات هتستعمليها كتير، كله نفس الحاجة تقريبا مع اختلاف شكل المعلقة. فده بجد من الحاجات اللي اوعي تجيبوها، وخليكوا في الطقم اللي بيكون 13 قطعة احسن بكتير.